اليوم أقدم لكم تجميعة كاملة لحكاية صاحب النظام الكسول، تضم جميع الأجزاء السابقة بالإضافة إلى الجزء الجديد الذي يواصل أحداث القصة. إذا كنت قد تابعت الحكاية من قبل، فهذه فرصة لمشاهدتها كاملة في فيديو واحد، وإذا كنت جديدا على القناة فستتمكن من متابعة جميع الأحداث من البداية دون أن يفوتك أي شيء. لكن قبل أن نبدأ، أريد أن أوضح أن استمرار هذه الحكاية يعتمد على دعمكم. إذا لم يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك فلن أواصل نشر الأجزاء القادمة. لذلك إذا أعجبتكم القصة وترغبون في معرفة ما سيحدث لاحقا، لا تنسوا دعم الفيديو والإعجاب به. والآن لنبدأ الحكاية من البداية وحتى أحدث الأحداث. يبدأ بطلنا حديثه بالكشف عن هويته الحقيقية، فهو جيانغ لي تشان، الوريث الوحيد لأغنى عائلة في بكين، ووالده ليس مجرد مقاتل عادي بل حاكم عظيم في عالم الفنون القتالية، وصل إلى مستوى لا يستطيع معظم المقاتلين حتى تخيله. أما والدته فتعد من أكثر الشخصيات ثراء في المدينة، ولهذا كان الجميع يتوقع أن يحقق إنجازات هائلة في حياته وأن يصبح شخصية استثنائية تفوق التوقعات. لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما، إذ يقع بطلنا في حب فتاة فقيرة ويغرق في التعلق بها إلى درجة أنه يتحول إلى شخص يكرس حياته بالكامل لإرضائها، وعلى مدار 4 سنوات كاملة لا يتوقف عن تلبية طلباتها وتقديم كل ما يملك من أجلها. فبناء على رغبتها يهدي والديها منزلا فخما تقدر قيمته بملايين اليوانات، كما يقدم لشقيقها الأصغر سيارة رياضية فاخرة في عيد ميلاده. ولا يكتفي بهذا فحسب، بل يؤسس لها فريقا يدعى يانغ، وينفق عليه مبالغ طائلة حتى يتمكن من رفعه إلى القمة وتحويله إلى أحد أنجح الفرق. وبينما يظن أنه يبني مستقبلا مشتركا معها، تأتي الصدمة القاسية. فبمجرد أن تحقق النجاح الذي كانت تسعى إليه، تبدأ علاقة سرية مع أفضل أصدقائها، ثم تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ بكثير عندما يقرران التخلص منه نهائيا، حيث يستدرجانه إلى منطقة تعج بالوحوش الخطيرة، ثم يتركانه وسطها ليواجه مصيره وحده. بينما يقفان أمامه في مكان آمن يتبادلان القبلات غير مباليين بما سيحدث له، يشاهد بطلنا هذا المشهد بعينيه ويشعر بالعجز والغضب، لكنه يرفض تقبل هذه النهاية ويتمنى من أعماقه لو أتيحت له فرصة أخرى ليغير كل شيء ويصحح أخطاءه ويتجنب المصير الذي أوصل نفسه إليه. وفي اللحظة التالية تحدث المعجزة، فبدلا من الموت يفتح عينيه من جديد ويجد نفسه حيا، لتقع عيناه مباشرة على حبيبته السابقة. وعندها يدرك أن شيئا غير طبيعي قد حدث، لأنه عاد إلى فترة سابقة من حياته، وتحديدا إلى اليوم الذي قررت فيه تلك المرأة التخلي عنه، أي قبل عدة أشهر من الحادثة التي أدت إلى موته. تقف أمامه وهي تحمل بعض المال وتخبره ببرود أن حياتها أصبحت مستقرة وأنها لم تعد تعاني من أي مشاكل مالية، ثم تؤكد له أنها لا ترى مستقبلا لعلاقتهما، وتعيد إليه الأموال التي أنفقها عليها مدعية أنها تسدد كل ما قدمه لها، قبل أن تحذره من محاولة إزعاجها مجددا، ثم ترمي المال في الهواء بازدراء أمامه. في تلك اللحظة يزداد يقين بطلنا بأنه عاد فعلا إلى الماضي، ويبدأ بالنظر إلى الأموال المتناثرة أمامه، ثم يرفع رأسه نحوها بنظرة مختلفة تماما عن السابق، فتلاحظ ذلك وتسأله إن كان يريد قول شيء ما قبل أن تسخر منه وتخبره بأن لا يفكر في التوسل إليها أو طلب الصفح، لأنها ترى أنه لن يملك حتى قيمة الاعتذار لها في المستقبل. وتقترح بسخرية أنها قد تسمح له يوما ما بتنظيف سيارتها، لكن رد فعل بطلنا يأتي على عكس ما كانت تتوقعه تماما، فبدلا من الانكسار يبدأ بالتصفيق ساخرا منها، ثم يواجهها بحقيقتها قائلا إنها ليست سوى امرأة جشعة استغلت مشاعره طوال 4 سنوات، وأنها لم تتردد في التخلي عنه بمجرد وصولها إلى القمة بعد أن أنفق عليها ثروة لا تحصى وساعدها في تحقيق كل ما تملكه اليوم. كلماته تجعلها تغضب بشدة، فترد عليه بأن كل ما فعله لا يتجاوز الحد الأدنى مما يقدمه أي شاب لحبيبته، وتحاول التقليل من قيمة تضحياته. لكن بطلنا لا يتراجع بل يسخر من طريقة تفكيرها ويخبرها أنها حرة في تصديق ما تريد، لأن عقلها المحدود لن يسمح لها بفهم الحقيقة مهما حاول. عندها تتهمه بالغيرة من نجاحها وتفاخر بأن فريقها أصبح في القمة، بينما هو لم يتمكن حتى من إنهاء دراسته الجامعية. غير أن بطلنا يضحك من حديثها ويذكرها بالحقيقة التي تحاول تجاهلها، وهي أنها كانت تقيم علاقة مع أفضل أصدقائها في الوقت نفسه الذي كان ينفق فيه الأموال على شركتها ويدعم نجاحها، مؤكدا أنها لا تملك
أي ذرة من الخجل، وبعد أن ينهي كلامه يخبرها بأنه لا يريد الاستمرار في هذا النقاش العقيم، فإذا كانت ترغب في الانفصال فلا مشكلة لديه في ذلك، وعلى الفور يوافق على إنهاء العلاقة. تزداد الفتاة غضبا بعد سماع هذا الرد، وتؤكد أن صديقها كان محقا عندما وصفه بالأناني، ثم تتساءل كيف استطاعت البقاء معه طوال تلك السنوات قبل أن تستدير وتغادر المكان غاضبة. وأثناء خروجها يوجه لها بطلنا تحذيرا أخيرا، ويذكرها بأن الفريق الذي تتفاخر به اليوم هو في الأصل من صنعه هو، وأنه سيجعلها تدرك حقيقتها قريبا. فتتوقف عند الباب وتعلن أنها ستخبر الجميع في الحفل القادم بانفصالها عنه أمام الناس كافة، ثم تطلب منه ألا يظهر أمامها مجددا قبل أن تغادر نهائيا بعد رحيلها. يتوجه بطلنا نحو النافذة ويخرج هاتفه من جيبه، ثم يجري اتصالا مباشرا بخادم عائلته المخلص العم فينغ، وما إن يجيب الرجل حتى يطلب منه سحب جميع استثماراته من فريق يانغ، كما يأمره بطرد عائلة تلك المرأة فورا من المنزل الذي قدمه لهم هدية. يصاب العم فينغ بالصدمة ويحاول إقناعه بإعادة التفكير في قراره، محذرا من العواقب التي قد تنتج عن ذلك، لكن بطلنا يكون قد حسم أمره بالفعل ويطلب منه تنفيذ التعليمات دون نقاش. عندها يحذره العم فينغ من نقطة أخرى أكثر خطورة، موضحا أنه إذا تم حل الفريق الآن فإن ابن عمه جيانغ فينغ سيقوم بشرائه فورا، وأن هذا الشاب الثري والمتهور قد يصبح في المستقبل صاحب نفوذ كبير داخل العائلة، مما قد يؤدي إلى تغيرات هائلة في موازين القوى. ورغم هذا التحذير يظل بطلنا متمسكا بقراره ويؤكد ثقته بنفسه، فيجيبه العم فينغ بأنه لا يفهم السبب الحقيقي وراء هذه الأوامر، لكنه سيبقى داعما له مهما حدث. ثم ينهي المكالمة، وبعد انتهاء الاتصال يبدأ بطلنا بالتفكير في كل ما جرى، متسائلا إن كان العم فينغ محقا في بعض مخاوفه، لكنه يقتنع في النهاية بأن قراره كان صحيحا، ويلقي باللوم كله على لين وان التي تسببت له بكل هذه المعاناة. وبينما هو غارق في أفكاره يسمع فجأة صوتا غريبا يعلن أن جميع قرارات المضيف تخضع الآن للفحص والتحليل، وأن نظام المليون خيار يجري تفعيله في هذه اللحظة. وفور انتهاء الصوت تظهر أمامه شاشة نظام غامضة لتبدأ مرحلة جديدة بالكامل من حياته بعد حصوله على القوى الجديدة. يبدأ بطلنا بالتفكير في المستقبل، ويتخيل كيف سيتمكن بسهولة من جعل ابن عمه المتغطرس ينحني تحت قدميه. وعندما يتخيل ذلك المشهد لا يستطيع منع نفسه من الضحك، لكن قبل أن يواصل أحلامه المستقبلية يرن هاتفه ويتبين أن المتصل هو العم فينغ الذي يخبره بأنه أرسل له مقطع فيديو ويطلب منه مشاهدته فورا. يفتح بطلنا الفيديو ليجد العم فينغ واقفا داخل الفيلا التي تقيم فيها لين وان، وبينما تحاول الأخيرة صفعه يتمكن الرجل من الإمساك بيدها وإيقافها قبل أن تصله الصفعة لتبدأ بالصراخ قائلة إنها لن تعود إلى جيانغ ليتشان مهما فعل، غير أن العم فينغ يقطع كلامها بهدوء ويخبرها بأنه لم يأتي لإقناعها بالعودة أصلا، بل جاء ليبلغها بأمر آخر تماما. ثم يوضح لها أن الفيلا التي تعيش فيها اشتراها السيد الشاب من ماله الخاص، وأنه يطالب الآن باستعادتها وعليها مغادرة المكان فورا. ولكي يؤكد كلامه يرمي وثائق الملكية أمامها مباشرة، فتتغير ملامحها للحظة، لكنها ترفض الاعتراف بالهزيمة وتدعي أن جيانغ ليتشان يحاول بهذه التصرفات إجبارها على العودة إليه. ثم تعلن بثقة أنها ستنضم قريبا إلى فريق يانغ، وأنها قادرة على الوصول إلى القمة حتى من دونه يشاهد بطلنا الفيديو كاملا. وعلى الرغم من أن مزاجه يتعكر للحظات بسبب كلماتها، إلا أن الأمر لا يستمر طويلا، إذ يجد نفسه بعد ذلك جالسا داخل فيلته الفاخرة يتناول الطعام بهدوء وكأن شيئا لم يحدث. وخلال وجبته يتلقى اتصالا من مدير فريق يانغ الذي يبدو مرتبكا وقلقا للغاية بعد أن علم بسحب الاستثمارات، فيسارع إلى سؤاله عن سبب ما يحدث ويخبره أن حسابات الفريق كلها قد جمدت وأن الوضع أصبح خطيرا. لكن بطلنا لا يظهر أي تعاطف معه، بل يواجهه بالحقيقة مباشرة، متسائلا إن كان قد تذكر أخيرا من هو المالك الحقيقي للفريق. ثم يبدأ بتوبيخه موضحا أن أعضاء الفريق كانوا يهدرون أمواله على الفنادق الفاخرة والمشروبات الباهظة، بينما كانوا يتحدثون عنه
عنه بسوء خلف ظهره. يحاول المدير الدفاع عن نفسه، موضحا أن الشخص الذي كان يسيء إليه مجرد عضو واحد، وأنه عاقبه عدة مرات من قبل، ثم يذكره بأن الفريق أصبح الأفضل في المدينة، وأن التخلي عنه الآن سيكون خطأ كبيرا. لكن بطلنا لم يعد مهتما بأي من ذلك، فيقاطعه بحدة ويذكره بأن القرار قراره وحده، وأنه لن يستثمر قطعة نقدية واحدة إضافية في هذا الفريق. ثم ينهي المكالمة دون أن يمنحه فرصة أخرى للكلام. بعدها يعود لتناول طعامه بهدوء قبل أن يتمدد على الأريكة ممسكا بجهازه اللوحي. وبينما يقضي وقته براحة تامة، يتلقى اتصالا جديدا من العم فينغ الذي يخبره بأن عائلة لينوان أخرجت بالفعل من الفيلا، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى شخص يتولى إدارة بقية الفرق والشركات التابعة له. يطمئن بطلنا العم فينغ ويؤكد له أنه سيجد الشخص المناسب قريبا، ثم يتوقف فجأة وكأن فكرة مهمة خطرت في ذهنه. يسأله العم فينغ عمن اختاره لهذه المهمة، فيجيبه بطلنا بأن لديه خطيبة أصلا، وأنها أفضل شخص يمكنه تولي إدارة كل تلك الأعمال. يصاب العم فينغ بالدهشة لأن السيد الشاب كان يتجاهل خطيبته دائما طوال السنوات الماضية، لكن بطلنا يوضح أن ذلك كان في الماضي فقط، ويطلب منه تنفيذ أوامره دون طرح المزيد من الأسئلة. وبمجرد انتهاء المكالمة يفتح صورة خطيبته ويبدأ بالنظر إليها مطولا، وعندها يدرك حجم الحماقة التي ارتكبها في حياته السابقة، فهو تخلى عن فتاة رائعة ومخلصة مثلها، وفضل عليها لينوان التي لم تجلب له سوى الخيانة والمتاعب. يتذكر كيف اعترف بحبه للين، وأن أمام الجميع بينما تسبب في إحراج خطيبته وإيذاء مشاعرها، لكنه يقسم في قرارة نفسه ألا يكرر ذلك الخطأ مرة أخرى. ومع قراره بتسليم إدارة أعماله لخطيبته يشعر براحة كبيرة، لأنه أصبح قادرا على الاسترخاء دون أي قلق. وهنا يتدخل النظام من جديد، ويظهر إشعار ساخر يهنئه على رمي مسؤولياته فوق أكتاف الآخرين، ويصفه بأنه شخص كسول للغاية. ورغم السخرية يحصل على مكافأة جديدة عبارة عن حزمة هدايا عالية المستوى، فيتأملها بطلنا ويعترف بأنها ليست بمستوى المكافأة العليا السابقة، لكنها ما زالت مكافأة جيدة يطلب من النظام فتحها فورا. وعندها يدخل مجددا إلى عالمه العقلي، بينما يبدأ جسده في إصدار وهج غريب، ثم يجد نفسه يراجع المهارة الجديدة التي حصل عليها والتي تحمل اسم مرآة الفراغ، ويكتشف أنها تقنية زراعة قتالية من أعلى المستويات تعتمد على طاقة سماوية نادرة، الأمر الذي يجعله يزداد حماسا. وهو يدرك أن النظام بدأ يمنحه كنوزا لا تقدر بثمن منذ لحظة ظهوره فقط، ومع كل قوة جديدة يحصل عليها يزداد اقتناعا بأنه قد يصبح أقوى شخص في هذا العالم. إذا استمر الأمر بهذا الشكل، وأثناء فحصه لقدرات مرآة الفراغ يحدث أمر غريب للغاية، إذ تنتقل روحه للحظة واحدة إلى موقع العم فينغ، ثم تختفي فورا وكأن شيئا لم يحدث. أما العم فينغ فيشعر بتلك الهالة الغريبة، ويظن للحظة أن السيد الشاب كان موجودا أمامه بالفعل، ثم يبدأ بالتفكير في التقنية المستخدمة ويستبعد الأمر بسرعة، لأن بطلنا ما زال في مستوى منخفض نسبيا، ولا يفترض أن يمتلك قدرة مرعبة كهذه. وفي صباح اليوم التالي يجلس بطلنا داخل فيلته الفاخرة يتناول الإفطار عندما يصل العم فينغ ويخبره بأن الآنسة سو خطيبته قد وصلت، وسرعان ما تتجه الفتاة نحوه وتجالسه على المائدة، ثم تبدأ بنفسها في تقديم الطعام له. وبينما تقوم بذلك تتذكر كيف كان يستيقظ يوميا قبل الفجر ليعاد الإفطار للينوان طوال 4 سنوات كاملة، وأثناء انشغاله تمسك بمنشفة كبيرة وتقترب منه لتجفف وجهه بنفسها، ثم تبتسم بسعادة غامرة لأنها أصبحت قريبة منه إلى هذا الحد، وتعلن بحماس أنها تريد توثيق هذه اللحظة ونشرها. وفي تلك الأثناء يطلب بطلنا من العم فينغ أن يرتب له رحلة لمشاهدة شروق الشمس فوق أحد الجبال، فيبادر العم فينغ إلى عرض تجهيز سيارة فاخرة له، لكن بطلنا يرفض الحاجة إلى أي سيارة. وفي اللحظة التالية يفعل قدرة الانتقال الآني الخاصة به، ثم يختفي من المكان مصطحبا سو معه. يصدم العم فينغ تماما مما شاهده، ويبدأ بالتساؤل إن كان السيد الشاب قد استخدم فعلا قدرة انتقال آني حقيقية، ومن أين حصل على قوة كهذه. أما بطلنا فيظهر فوق إحدى القمم الجبلية حيث يجلس مع سو يتناول الإفطار، بينما ترتفع الشمس ببطء من خلف الأفق في مشهد مذهل. هناك يطلب منها التوقف عن الحديث عن لينوان نهائيا، وأن تركز على الحديث معه فقط، ثم يفاجئها بعرض ضخم إذ يطلب منها إدارة جميع فرق
فرقه وشركاته مقابل 10 مليارات تتجمد سو في مكانها من شدة الصدمة، وتظن في البداية أنه يفعل كل ذلك من أجل لين وان، لكن بطلنا ينهض من مقعده ويضع يده فوق رأسها بلطف، ثم يؤكد لها أن الأمر لا علاقة له بلين وأن كل ما يريده منها هو أن تتولى إدارة أعماله بإخلاص، ثم يضيف وعدا يجعل قلبها يقفز من الفرح عندما يخبرها بأنه سيفكر جديا في الزواج منها إذا نجحت في ذلك. تغمر السعادة الفتاة فور سماع هذه الكلمات، بينما يقرر بطلنا اصطحابها معه إلى الكلية لأن الليلة هي ليلة حفل التخرج المنتظر، ويتجه الاثنان نحو الحرم الجامعي. لكن قبل أن يتمكنا من الوصول بهدوء، يظهر فجأة أفضل أصدقاء لين وان أمامهما، ويبدأ بالصراخ في وجه بطلنا متسائلا بغضب عن سبب تأخره، ومذكرا إياه بأنه كان مطالبا بالمساعدة في تجهيز مكان الحفل، ما إن يقع نظر بطلنا على ذلك الشاب حتى تشتعل نيران الغضب داخله، فهو ليس مجرد زميل مزعج، بل أحد الأشخاص الذين شاركوا في قتله خلال حياته السابقة بعد أن تآمر مع لين وان ضده، كما أنه كان يعمل سرا مع ابن عمه جيانغ فينغ، لذلك لم يكن وجوده أمامه أمرا يمكن تجاهله بسهولة. وفي تلك اللحظة يظهر إشعار جديد من النظام معلنا عن مهمة جديدة تقضي بطرد تشينغو من المجلس الطلابي مقابل الحصول على حزمة الكسل المطلقة، لكن بطلنا لا يبدي أي اهتمام بحياة هذا الشخص أو مستقبله، ويرى أنه مجرد حشرة صغيرة لا تستحق التفكير فيها. لذلك يلتفت إلى العم فينغ ويخبره بأن هذا الرجل يتحدث أكثر مما ينبغي، ويطلب منه إسكاته لأنه يريد قضاء الوقت مع سو والتقاط بعض الصور معها دون أي إزعاج، ثم يربت على رأس سو ويطلب منها ألا تشغل بالها بهذه الحشرات البشرية، ويبدأ بالسير مبتعدا معها، غير أن تشينغو يرفض السماح له بالمغادرة بهذه السهولة، فيندفع نحوه صارخا ومذكرا إياه بأنه رئيس المجلس الطلابي، وأن مهمة تجهيز مكان الحفل كانت من مسؤولياته. لكن العم فينغ يتدخل فورا ويخبره ببرود أن السيد الشاب لم يعد يرغب في القيام بذلك، وأنه لا يملك أي سلطة تخوله إصدار الأوامر له. وفي اللحظة التالية يرن إشعار النظام معلنا نجاح المهمة ومنح بطلنا مكافأة ضخمة قدرها مليار، بالإضافة إلى 10,000 ملصق نحس يمكنه إلصاقها على أي شخص ليتحول يومه بالكامل إلى سلسلة من المصائب المتواصلة. وبمجرد أن يقرأ وصف هذه المكافأة ترتسم ابتسامة عريضة على وجهه، لأنه يدرك فورا كم سيكون استخدامها ممتعا. ودون تردد يلصق أحد تلك الملصقات على تشينغو، ثم يواصل طريقه مع سو وكأن شيئا لم يحدث. وبينما يبتعدان عن المكان ينتقل المشهد إلى غرفة تجهيز الحفل، حيث ينشغل الجميع بالاستعداد لليلة التخرج المنتظرة. هناك يندفع تشينغو إلى الداخل باحثا عن لين وان وما إن يجدها، حتى يبدأ بالشكوى مدعيا أنه ذهب لإحضار جيانغ ليتشان، لكن حراسه منعوه بل واعتدوا عليه أيضا. تستمع لين وان إلى كلامه ثم تمسك بيده بغضب وتبدأ بمهاجمة بطلنا متهمة إياه بالتنمر عليها وعلى عائلتها سابقا، ثم تضيف أنه بدأ الآن بالتنمر حتى على أفضل أصدقائها، وأنها لن تسمح له بالإفلات من العقاب. أما تشينغو فتظهر على وجهه ابتسامة خبيثة وهو يتخيل ما سيحدث لاحقا، ويبدأ بالتفكير في خطته القادمة. ففي نظره ما عليه سوى انتظار الحفل المسائي، حيث ستعلن لين وان انفصالها أمام الجميع، وعندها سيتحول جيانغ ليتشان إلى أضحوكة أمام الحاضرين، وسينهار باكيا ومتوسلا أمامها، ثم ستفقد عائلته ثقتها به ويتم طرده من موقع الوريث لتنتقل كل الامتيازات إلى جيانغ فينغ. لكن بينما يسرح في هذه الأحلام يبدأ تأثير ملصق النحس بالظهور، فمرة يتعثر ويسقط على الأرض دون سبب، ومرة أخرى يتعرض لحوادث محرجة ومتتالية حتى يصبح عاجزا عن فهم ما يحدث له. ومع تكرر المصائب يبدأ القلق بالتسلل إليه شيئا فشيئا. وفي مكان آخر يتجمع عدد من الطلاب ويتحدثون عن بطلنا، فيشير أحدهم إليه وهو يسير مع سو متسائلا عما يفعله معها بعدما كان مهووسا بلين وان طوال السنوات الماضية، بينما يرد آخر بأنه لا يهتم مع من يسير، لأن ما يشغله فعلا هو الدين الضخم الذي ما زال بطلنا مدينا به له. ويكشف أن جيانغ ليتشان اقترض منه 3 ملايين كاملة، ويتساءل إن كان سيستعيد أمواله أخيرا اليوم. وسرعان ما يبدأ المزيد من الطلاب بالانضمام إلى الحديث، ويتبين أن بطلنا اقترض المال من عدد هائل منهم خلال السنوات الماضية. وعندما يتجمع الجميع ويبدأ كل
كل واحد بذكر المبلغ الذي أقرضه له، يلاحظون وجود جيانغ ليتشان مع سو فيتوجهون نحوه مباشرة ويحاصرونه من كل الجهات. يتوقف بطلنا وينظر إليهم باستغراب قبل أن يسألهم عن سبب هذا الحصار المفاجئ، فيتقدم أحد الطلاب ويذكره بأنه نسي شيئا مهما، وعندما يسأله عما يقصده يجيبه طالب آخر بأن اليوم هو آخر يوم لهم في الكلية، وأن حفل التخرج سيقام مساء، ولذلك حان الوقت أخيرا لإعادة جميع الديون. وخلال لحظات تبدأ الأصوات ترتفع من كل اتجاه والجميع يطالب بأمواله، لكن قبل أن يرد عليهم يظهر النظام مجددا ويعرض عليه 3 خيارات: إما التهرب من السداد والحصول على لقب المتسول الفاشل، أو استخدام قوته لإخافتهم والحصول على مكافأة متواضعة، أو إعادة الأموال كاملة والحصول على حزمة كسل عالية المستوى. وهنا يتوقف بطلنا للحظة ويتذكر الماضي، فقد كان يقترض المال من الجميع فقط ليستطيع الإنفاق على لين وان دون أن تستخدم عائلته ثروتها عليه، لأنهم لو اكتشفوا ما يفعله لطردوه فورا من العائلة. ومع استعادة تلك الذكريات يشعر بالخجل من نفسه ويعترف داخليا بأنه كان أحمق إلى أبعد الحدود. لكن الوضع الآن مختلف تماما، فالنظام منحه بالفعل 10 مليارات كاملة، ولم يعد المال يمثل مشكلة بالنسبة له. وقبل أن يفعل أي شيء تتقدم سو بسرعة محاولة حمايته وتخبر الجميع بأنهم لا يجب أن يضايقوا إيتشان، وأنها مستعدة لسداد جميع الديون بنفسها، غير أن بطلنا يمسك بها بلطف ويخبرها أن الأمر لا يستحق منها كل هذا القلق، وأنه قادر على حل المشكلة بنفسه. ثم يتوجه إلى أحد الطلاب ويطلب رقم حسابه المصرفي، وبمجرد حصوله عليه يحول إليه 30 مليون دفعة واحدة. يتجمد الطالب في مكانه من شدة الصدمة لأنه لم يقرضه سوى 3 ملايين فقط. وعندما يسأله عن السبب يجيبه بطلنا ببساطة أن الباقي يعد فائدة وتعويضا عن السنوات التي انتظر فيها أمواله. بعد ذلك يبدأ بإعادة الديون للجميع واحدا تلو الآخر، ولم يكتف بإرجاع المبالغ الأصلية بل أعاد أضعافها مرات عديدة. ومع كل دين يسدده يشعر براحة غريبة لم يختبرها منذ زمن طويل، وكأنه يتخلص أخيرا من عبء ثقيل ظل يطارده لسنوات. بعد انتهاء الأمر تقترب منه سو وتخبره بأنها تعرف أنه يحتاج المال لبناء فريق جديد، لكن بطلنا لا يفهم ما الذي تتحدث عنه، فتخرج بطاقة مصرفية خاصة بها وتقدمها له بخجل شديد، ثم تخبره أنها كانت تدخر مصروفها الشخصي طوال السنوات الماضية، وأنه يستطيع استخدام هذه الأموال كما يشاء. وبعد أن تسلمه البطاقة تهرب بسرعة، وقد احمر وجهها خجلا. ينظر بطلنا إلى البطاقة بين يديه، ثم ترتسم على وجهه ابتسامة دافئة، فهو لا يحتاج إلى المال أصلا، لكن حقيقة أن هذه الفتاة كانت تفكر فيه طوال هذا الوقت تجعل قلبه يتأثر بشدة. وفي تلك اللحظة يقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه كان مجنونا عندما اختار لينوان وتجاهل فتاة مخلصة مثل سو. وبينما لا يزال غارقا في أفكاره يمنحه النظام حزمة الكسل عالية المستوى فيطلب فتحها فورا، وفجأة تتدفق طاقة هائلة داخل جسده ويشعر بأن حالته أفضل بكثير من السابق. وسرعان ما يكتشف أن المكافأة الجديدة عبارة عن قدرة تسمح له بالتحكم بالأشياء عن بعد دون الحاجة إلى لمسها. وبعد حصوله على هذه القوة الجديدة يتوجه إلى مكان إقامة حفل التخرج، ولأن معظم الحضور لم يصلوا بعد يبدأ بالتجول في المكان بهدوء. لكن أثناء ذلك يلاحظ مشهدا غريبا، إذ يرى تشينغو يتحدث سرا مع ابن عمه جيانغ فينغ، وهنا تتسع عيناه من الدهشة، ففي حياته السابقة كان جيانغ فينغ يتحدث مع لينوان. خلال هذه المرحلة من الأحداث لا مع تشينغو، الأمر يجعله يتساءل إن كانت عودته إلى الماضي بدأت بالفعل في تغيير مجرى الواقع نفسه. وبينما يفكر في ذلك ينهي تشينغو حديثه ويغادر المكان. أما جيانغ فينغ فيلتفت فجأة ويلاحظ وجود بطلنا، ثم يتجه نحوه مباشرة وكأنه يستعد لقول شيء مهم، ما إن يلاحظ ابن عمه وجوده حتى يتجه نحوه مباشرة ويسأله بسخرية عما يفعله في هذا المكان. فيرد بطلنا ببرود متسائلا عن سبب فضوله أصلا. ليبدأ جيانغ فينغ بالضحك، ثم يلمح إلى أن بطلنا يحاول منافسته ويؤكد بثقة أن كل ما يجري حاليا جزء من خطته الخاصة قبل أن يدير ظهره ويغادر، وكأنه البطل الحقيقي
للقصة، عندها لا يستطيع بطلنا منع نفسه من السخرية داخليا، ويتمنى لو أن ابن عمه يتوقف عن قراءة الروايات والقصص الخيالية، لأن العبارات التي يرددها أصبحت مثيرة للشفقة فعلا، لكن سرعان ما تختفي ابتسامته الساخرة ويحل محلها تعبير جاد، وهو يتذكر ما فعله هذا الرجل في حياته السابقة. فقد كان أحد الأسباب الرئيسية وراء سقوطه وسقوط عائلته بعدما نجح في زرع الخلافات بين عائلة سو وعائلة جيانغ، وتحالف مع أطراف خارجية حتى قاد الجميع نحو الانهيار. لذلك يقسم في نفسه أن هذه المرة ستكون مختلفة، وأنه لن يسمح لابن عمه بتكرار ما فعله سابقا. وفي الوقت نفسه يصل إلى الحفل ضيف مهم للغاية يستقبله مدير الكلية بنفسه بكل احترام، ويتبين أن هذا الضيف ليس سوى والد بطلنا الذي يطلب من المدير الحفاظ على سرية زيارته وعدم إخبار أي شخص بوجوده، فيوافق المدير فورا ويؤكد أن الأمر سيبقى طي الكتمان تماما. بعدها يتنهد والد بطلنا بضيق ويبدأ بالتذمر من ابنه الذي دمر سمعته كلها بسبب ملاحقته لفتاة واحدة، ويعترف بأنه يشعر بالإحراج من فكرة أن يعرف الناس أن ابنه قضى سنوات يتذلل خلف امرأة، بينما يحاول المدير تهدئته ويخبره بأن كبار الضيوف بدأوا بالوصول بالفعل، ومن بينهم رب عائلة سو. وبالفعل يصل والد سو بعد لحظات، وما إن يلتقي بوالد بطلنا حتى يبلغه بأمر صريح مفاده أنه إذا لم يكن جيانغ ليتشان يحب ابنته حقا، فإنه سيقوم بفسخ الخطوبة اليوم دون تردد، الأمر الذي يفاجئ والد بطلنا ويجعله يلتزم الصمت لبعض الوقت. بعدها تبدأ حفلة التخرج رسميا، ويزداد حماس الحاضرين عندما يعلن عن وصول فريق يانغ الشهير باعتباره الفريق الأكثر شعبية في المدينة كلها، فيتحول انتباه الجميع نحوه فورا. وبينما ينشغل الحاضرون بالنظر إلى أعضاء الفريق، يكون قائدهم منشغلا بإصدار الأوامر عبر الهاتف مطالبا الجميع بالبحث عن الممول الحقيقي للفريق، لأنهم يريدون مقابلته فور انتهاء الحفل. وعندما يرى تشينغو أعضاء الفريق يعتقد فورا أن وجودهم مرتبط بلينوان، وأن جيانغ ليتشان دعاهم خصيصا للاحتفال بإنجازاتها، لذلك يشعر بسعادة كبيرة ويظن أن خطة جيانغ فينغ تسير كما هو مخطط لها تماما، ثم يسرع لإبلاغ لينوان بالأمر. أما لينوان فما إن تسمع الخبر حتى تشعر بسعادة غامرة هي الأخرى، وتقتنع بأن الفريق حضر من أجلها، لذلك تتسلل مع تشينغو لإلقاء نظرة عليهم، وعندما ترى قائد الفريق بعينيها تزداد ثقتها أكثر، ثم تعود إلى غرفة التجميل وهي تكاد تطير من الفرح. هناك يبدأ تشينغو بتشجيعها، مؤكدا أنها ستصبح قريبا عضوا رسميا في الفريق، وأن مستقبلها سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى حتى دون وجود جيانغ ليتشان في حياتها. ثم يقترب منها ويلمس وجهها مدعيا أنه يفعل كل ذلك لأنه يهتم بها حقا، ويطلب منها أن تنفصل عن بطلنا أمام الجميع الليلة. لكن لينوان تتساءل عن السبب الذي ستستخدمه لتبرير الانفصال، فيبتسم تشينغو ويخرج هاتفه، ثم يعرض عليها الصور التي التقطت لبطلنا مع سو، ويقترح عليها أن تتهمه بالخيانة أمام الجميع. هناك يبدأ تشينغو بالتقرب منها أكثر، مؤكدا أن مستقبلها سيكون مشرقا حتى من دون إيتشان، ثم يحاول إقناعها بفسخ علاقتها معه. وعندما تسأله عن السبب المناسب لذلك يعرض عليها صورة تجمع إيتشان مع سو، ويقترح عليها اتهامه بالخيانة لتشعر لينوان بالغضب الشديد فور رؤية الصورة، وتقتنع بأن إيتشان استبدلها بفتاة أخرى خلال يوم واحد فقط. ومن المفارقات أن الفتاة التي خانته سابقا هي نفسها التي تقف الآن غاضبة وتتحدث عن الخيانة، وكأنها الضحية الوحيدة في القصة. وفي مكان آخر ينهي تشينغو مهمته ويذهب لإبلاغ جيانغ فانغ بنجاح الخطة، فيمدحه الأخير ويطلب منه اختيار مكافأته، لكن تشينغو يكتفي بطلب مساعدة لعائلته، غير أن فانغ يكشف سريعا عن وجهه الحقيقي مهددا بالقضاء على عائلته بالكامل إذا فشلت الخطة، ومؤكدا أنه لا يكون له أي احترام وإنما يستخدمه فقط للتخلص من إيتشان. أما بطلنا فيجلس داخل القاعة مسترجعا ذكريات الماضي، ومتذكرا كيف كانت سو ولينوان أفضل طالبتين في الكلية، وكيف انتهى به الأمر إلى إهانة سو أمام الجميع.
رغم أنها كانت الوحيدة التي حاولت إنقاذ سمعته بعد انفصاله المذل في حياته السابقة، لكن أفكاره تتوقف عندما يلاحظ وجود فريق يانانغ بالقرب من المسرح، فيشعر بالاستياء ويتساءل عن سبب وجودهم هنا قبل أن يعلن أحد المنظمين عن وصول لينوان إلى المسرح وسط اهتمام الحاضرين. وسرعان ما تبدأ الهمسات بالانتشار بين الطلاب الذين يرون أن إيتشان محاط بأجمل فتاتين في الكلية، بينما تتقدم لينوان بخطوات واثقة وتعلن أنها تملك أمرا مهما تريد كشفه للجميع. ثم تعرض صورة إيتشان مع سو على الشاشة العملاقة لتشعل القاعة بالكامل وتدفع الجميع إلى الصدمة والذهول، حتى والد إيتشان يسيء فهم المشهد ويظن أن ابنه بدأ أخيرا بالتصرف بعقلانية، بينما تستغل لينوان الفرصة لتبدأ بالبكاء أمام الجميع، متهمة إيتشان بخيانتها بعد علاقة استمرت 4 سنوات كاملة. ومع تصاعد التوتر يبدأ بعض الحاضرين بالدفاع عن إيتشان، بينما يحاول آخرون تهدئة الوضع خوفا من تطور الأمور أكثر. وفي خضم هذه الفوضى تصل رسالة جديدة من النظام إلى بطلنا، مقدمة له 3 خيارات مختلفة، لكن بطلنا لا يحتاج إلى وقت طويل للتفكير ويختار مواجهة الموقف مباشرة طمعا بالمكافأة الكبيرة، وما إن ينهض من مقعده استعدادا للصعود إلى المسرح حتى تظهر سو فجأة أمام الجميع وتطلب منهم ألا يلقوا اللوم على إيتشان، لتبدأ بذلك مواجهة أكبر مما توقعه أي شخص داخل القاعة. وما إن تبدأ سو بالكلام حتى تصدم الحضور بأكمله عندما تعلن بكل صراحة أنها هي من تكون المشاعر لإيتشان، وأنه الشخص الذي أعجبت به منذ زمن طويل، ثم تعتذر من لينوان مؤكدة أنها لم تكن تريد التدخل بينهما، ومتوسلة إليها ألا تغضب من إيتشان بسبب ما حدث. لكن كلماتها لا تهدئ الموقف بل تشعل النار أكثر، إذ يقف أحد الحاضرين صارخا مدعيا أن إيتشان لابد أنه أجبر سو على قول ذلك، وإلا فلماذا تعتذر هي بدلا منه؟ وهنا يبدأ الجميع بالانقلاب على بطلنا، لأنهم لم يطيقوا رؤية الفتاة التي يعشقونها وهي تعتذر أمام الناس بهذه الطريقة. وفي غرفة كبار الشخصيات كان والد سو يراقب كل شيء بغضب شديد، حتى إنه حطم كوب الشاي الذي كان يحمله، بينما لم يكن والد إيتشان أقل توترا، وهو يردد في داخله متمنيا ألا يتخذ ابنه قرارا خاطئا جديدا، لأن الوقوف إلى جانب لينوان الآن قد يدمر العلاقة بين عائلتي سو وجيانغ بالكامل. أما بطلنا فلم يعد قادرا على الوقوف مكتوف اليدين، وبعد سماع كلمات سو يبدأ بالتوجه نحو المسرح مباشرة، لكن الفتاة تسيء فهم الأمر وتظن أنه غاضب منها، وربما ينوي توبيخها أو حتى صفعها أمام الجميع. وفي تلك اللحظة تحاول لينوان إيقافه، وهي تذكره بالسنوات ال4 التي قضتها معه قبل أن تتهمه بالخيانة، وتعلن أمام الجميع انتهاء علاقتهما بشكل رسمي، معتقدة أنها بذلك ستحطم سمعته أمام الحاضرين. لكن بطلنا لا يمنحها ما تريده، بل يحدق فيها ببرود ويسألها إن كانت قد انتهت أخيرا من هرائها، ثم يفاجئ الجميع بصفعة قوية قبل أن يوجه إليها كلمات أشد قسوة، مؤكدا أن لا حق لها أصلا في مقارنة نفسها بسو، لأن الفارق بينهما في الموهبة والقدرات شاسع للغاية، وأن التخلي عنها كان واحدا من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته. هذه الكلمات تصيب تشينغو وجيانغ فانغ بالصدمة، لأن الخطة التي عملا عليها بدأت تنهار أمام أعينهما، بينما يواصل بطلنا هجومه موضحا أنه فهم نوايا لينوان الحقيقية، وأنها تحاول فقط تشويه سمعته أمام الجميع من خلال هذا العرض التمثيلي. لكن لينوان ترفض الاعتراف بذلك وترد بغضب متهمة إياه بأنه تخلى عنها فقط بسبب ثراء سو، وتبدأ بتعداد السنوات التي أمضتها وهي تكافح للوصول إلى فريق يانانغ، مدعية أن كل ما حققته كان بفضل جهودها وحدها، غير أن بطلنا يتجاهل احتجاجاتها بالكامل ويتجه مع سو نحو المسرح، بينما تلحق بهما لينوان، ويزداد غضب الحاضرين لدرجة أنهم يبدأون برمي الأشياء نحوهما. وعندما يبدو أن الموقف خرج عن السيطرة تماما، يحدث ما لم يتوقعه أحد، إذ يظهر فريق يانانغ بكامل أعضائه في المكان، فتعم الصدمة أرجاء القاعة، ويظن الجميع أن الفريق جاء للوقوف إلى جانب لينوان ومعاقبة إيتشان، بل إن لينوان نفسها تقتنع بذلك، فتتوجه مباشرة إلى قائد الفريق وتسأله بثقة إن كانوا قد حضروا لدعمها، لكن الرد الذي تتلقاه
يسقط عالمها بالكامل عندما يخبرها القائد أنهم طردوها من الفريق منذ وقت طويل. لا تستوعب لينوان ما سمعته وتبدأ بالصراخ، مؤكدة أنها أمضت 4 سنوات كاملة من العمل الشاق للوصول إلى هذا المكان، وأنه لا يمكن طردها بهذه السهولة. بينما تواصل البكاء بشكل هستيري، لكن قائد الفريق يقطع احتجاجاتها ويتجه مباشرة نحو بطلنا قبل أن يجث على ركبته أمامه، ويعلن للجميع أنه قائد فريق يانانغ، وأن قرار طرد لينوان قد تم بالفعل. وهنا تتجمد لينوان في مكانها غير مصدقة ما تراه، فالشخص الذي كانت تعتبره أعلى سلطة في الفريق يركع الآن أمام إيتشان بكل احترام. يتقدم بطلنا نحوها ببطء، ثم يوجه لها ضربة أخيرة أكثر قسوة من كل ما سبق، موضحا أن عليها تذكر شيء واحد دائما، وهو أن كل ما أعطاها إياه قادر على استعادته في أي لحظة، وأنها أخطأت عندما نسبت فضله إلى جهودها الخاصة. وتبدأ الهمسات بالانتشار بين الحضور الذين يربطون أخيرا بين اسم إيتشان وعائلة جيانغ، ويدركون أن الشاب الذي كانوا ينظرون إليه على أنه مجرد وريث ثري قد يكون في الحقيقة الوريث الحقيقي للعائلة التي تسيطر على فريق يانانغ. أما لينوان فتنهار تماما بعد اكتشاف الحقيقة، وتسقط على ركبتيها بينما يعجز عقلها عن استيعاب ما يجري، وتحاول الاقتراب من إيتشان، لكن الحراس يمنعونها. وعندها يخبرها بطلنا أن عليهما نسيان بعضهما لأنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين، وأنه كان الشخص الذي ساعدها على الوصول إلى القمة، لكنه الآن سيستعيد كل ما منحه لها. هذه الكلمات تدفع لينوان إلى الجنون، فتفعل قدراتها وتهاجم الحراس وهي تصرخ بأن كل ما تملكه حققته بنفسها. لكن قائد فريق يانانغ يتدخل فورا ويطرحها أرضا بضربة واحدة فقط. وبينما تعاني من الهزيمة يخبرها بطلنا بهدوء أن كل ما كانت تملكه قد اختفى بالفعل، وأن الزمن الذي كانت تستفيد فيه من دعمه قد انتهى إلى الأبد. وبعد انتهاء هذه المواجهة يفتح بطلنا صندوق المكافآت الذي حصل عليه من النظام، ليكتشف أنه نال وحشا أسطوريا وثروة مالية ضخمة، إضافة إلى صندوق غامض قادر على تحقيق أي أمنية يحملها صاحبه. لكن حتى هذا لا يمنحه لحظة راحة، إذ يتقدم قائد فريق يانانغ متوسلا طالبا الحصول على فرصة جديدة ودعم جديد من رئيسه السابق. وهنا ينفجر غضب بطلنا أخيرا، ويذكرهم بكل الأموال التي أنفقها عليهم من أجل تحقيق حلم لينوان، وكيف حولوا تلك الأموال إلى قصور وسيارات فاخرة وحياة مترفة بدلا من تطوير أنفسهم وتحقيق النتائج التي كان ينتظرها منهم. ثم يوضح لهم أن عائلته لا تمنح الفرص مرتين، وأن الفريق الذي بناه بيديه سيختفي بيديه أيضا. قبل أن يعلن رسميا حل فريق يانانغ بالكامل، يصاب الجميع بالذهول من القرار، ويحاول القائد إقناعه بالتراجع، مذكرا إياه بأن الفريق يحتل المركز الأول في المدينة. لكن بطلنا لا يبدي أي اهتمام، ويرد ببساطة أن القرار قد اتخذ بالفعل وأن عليهم المغادرة فورا. وعندما يدرك القائد أن التوسل لم يعد مجديا، يتغير أسلوبه بالكامل، ويتحدث بتعال محذرا إيتشان من أنه سيندم على هذا القرار، لأن الفوز بالدور القادم سيكون مستحيلا من دونهم. أما سو التي تتابع كل ما يحدث من بعيد فتبدأ أخيرا في فهم الصورة كاملة، إذ تدرك أن فريق يانانغ تأسس أساسا من أجل لينوان، وأن إيتشان يدمر الآن المشروع الذي أمضى سنوات في بنائه من أجلها، مما يدفعها للتساؤل عما إذا كان قد تخلص فعلا من مشاعره القديمة تجاه تلك الفتاة. وفي المقابل يواصل الحاضرون تبادل النظرات والهمسات غير مصدقين ما شاهدوه للتو، إذ يبدو لهم أن إيتشان قد جن تماما بعد أن قرر تدمير أقوى فريق في المدينة بيديه دون أي تردد. بعد إعلان بطلنا حل فريق يانانغ بالكامل، لا يصدق الحاضرون ما سمعوه للتو، فالفريق ليس مجرد مجموعة عادية، بل أقوى فريق في المدينة بأكملها. ومع اقتراب البطولة الكبرى يرى الجميع أن اتخاذ مثل هذا القرار الآن ليس إلا تصرفا جنونيا لا يمكن لشخص عاقل أن يقوم به. لكن بينما ينشغل الآخرون بالثرثرة، يبدأ بعض الطلاب بالتصفيق لبطلنا تقديرا لما فعل له، فيقف على المسرح ويتذكر حياته السابقة حين كرس كل ما يملكه من أجل لينوان فقط، وكيف بذل كل ما في وسعه ليجعل فريق يانانغ يصل إلى القمة، حتى تمكن بالفعل من احتلال المركز الأول، بينما جاء فريق الرعد في المركز الثاني وفريق العنقاء في المركز الثالث. وعندما يتذكر فريق العنقاء يدرك أمرا أكثر إزعاجا، فهو نفسه من أسس ذلك الفريق أيضا، وكان أعضاؤه مقاتلين موهوبين للغاية.
لكن بسبب انشغاله الكامل بالإنوان وعدم اهتمامه بهم في حياته السابقة، انتهى بهم الأمر إلى الانضمام لابن عمه فانغ والعمل تحت قيادته. وفي خضم أفكاره تمسك سو بيده وتقترح عليه المغادرة، لكن بطلنا يوقفها ويخبرها أنه يملك هدية يريد تقديمها لها، ثم يسلمها الصندوق الغامض القادر على تحقيق الأمنيات. تشعر سو بسعادة كبيرة فور رؤيته وتفتحه دون تردد، لكن ما يحدث بعدها يفاجئ الجميع، إذ ينتشر دخان كثيف حولهما وماء يتبدد، حتى يجد الحاضرون أن ملابسهما قد تحولت إلى ملابس زفاف كاملة. وهنا يفهم بطلنا الحقيقة فورا، فالأمنية الوحيدة التي كانت تحملها سو في قلبها طوال هذه السنوات هي الزواج منه. يتقدم نحوها ويسألها إن كانت قد أعجبتها الهدية، فتغمر الدموع عينيها وهي تؤكد له أنها أحبتها أكثر من أي شيء آخر. وفي المقابل يشتعل غضب فانغ أكثر من أي وقت مضى، لأن كل مخططاته انقلبت رأسا على عقب، وتحولت محاولة إذلال إيتشان إلى لحظة سعيدة بينه وبين سو. لذلك يستدعي أحد رجاله ويأمره بالتخلص من عائلة تشينغو بالكامل خلال 3 دقائق فقط. ولم يكن تشينغو يعلم أن نهايته اقتربت بالفعل، إذ كان بعض رجال فينغ قد اعتدوا عليه مسبقا وأفقدوه الوعي، وما إن صدر الأمر حتى حملوه بعيدا لتنفيذ المهمة. أما فينغ فيقرر الانتظار حتى اختبار التخرج بعد 3 أيام، معتقدا أن سقوط إيتشان الحقيقي سيحدث هناك عندما يفشل أمام الجميع. وفي مكان آخر يجتمع والد سو مع والد إيتشان ويطلق تحذيرا واضحا مفاده أنه سيلغي الخطوبة فورا إذا فشل إيتشان في اجتياز اختبار التخرج، ثم يغادر المكان تاركا والد إيتشان في حالة من القلق. فهو لا يزال يعتقد أن ابنه في المستوى الثاني فقط، بينما وصلت سو بالفعل إلى المستوى الرابع. لذلك يبدو نجاح الخطوبة شبه مستحيل من وجهة نظره، ولهذا السبب يتخذ قرارا حاسما ويتصل بخادمه طالبا إحضار الكنز الثمين الذي حصل عليه بعد مخاطرة بحياته داخل زنزانة شديدة الخطورة. يحاول الخادم ثنيه عن الأمر، مذكرا إياه بأن هذه القطعة الأثرية كانت وسيلته الوحيدة للوصول إلى مرتبة الحاكم القتالي الأعظم. لكن والد إيتشان لا يتراجع ويأمره بإعطائها لابنه مهما كان الثمن حتى يتمكن من الوصول إلى المستوى الثالث قبل موعد الاختبار. وفي الوقت نفسه تعود الأحداث إلى سو إيتشان، حيث تخرج الفتاة صندوقا مليئا برسائل صغيرة على شكل نجوم، وتخبره بأنها أمضت 4 سنوات كاملة تكتب له رسالة جديدة كل يوم. يصاب بطلنا بالدهشة وهو ينظر إلى ذلك الكم الهائل من المشاعر الصادقة، ويتساءل في داخله كيف تمكن في حياته السابقة من تجاهل فتاة كهذه والانشغال بالعنوان بدلا منها. ثم يأخذ الصندوق منها ويشكرها على كل الجهد الذي بذلته من أجله، فتتجمد سو في مكانها من شدة السعادة، لأن هذه هي المرة الأولى خلال 4 سنوات التي تسمع فيها كلمة شكر منه، وتخبره أنها ستتذكر هذا اليوم إلى الأبد وستحتفل به كل عام. بينما يسألها مستغربا إن كان ذلك ضروريا، لكنها تجيبه بأن كل شيء يتعلق به مهم بالنسبة لها. وأثناء سيرهما معا تتوقف سيارة والد سو بجوارهما، ويأمر ابنته بالعودة فورا، لكن الفتاة ترفض لأنها تريد قضاء المزيد من الوقت مع إيتشان، غير أن والدها لا يترك لها خيارا ويهددها بإلغاء الخطوبة في اليوم التالي. إذا لم تدخل السيارة فورا عندها يتدخل بطلنا ويطلب منها العودة إلى المنزل مؤقتا، فتضطر إلى الامتثال، لكنها تعده بأنها ستحضر له غداء خاصا في اليوم التالي. وبينما تغادر يلتفت والدها إلى إيتشان ويخبره أنه لا ينخدع بهذا التغيير المفاجئ، وأن اختبار التخرج بعد 3 أيام سيكون الحكم الحقيقي على كل شيء، فإذا لم يحقق نتائج مبهرة فستنتهي الخطوبة فورا. أما بطلنا فلا يفهم لماذا يصر الجميع على الاعتقاد بأنه يمثل ويقرر، بدلا من الانشغال بكلامهم التفكير في طريقة تجعل اختبار التخرج أكثر إثارة. وعندما يعود إلى منزله يبدأ بمقارنة حياته الحالية بحياته السابقة، متذكرا كيف أنفق كل ما يملك على لينوان وعائلتها، حتى إنه باع ممتلكاته الثمينة واستدان الأموال من الجميع فقط لدعمها. لكن هذه المرة يرفض تكرار تلك الحماقة، ويقرر أن يعيش حياة مريحة ومترفة تليق به. وهنا يتدخل النظام مجددا ويمنحه مكافأة مخفية بسبب طريقة تفكيره الجديدة، فتنهال عليه الثروات مرة أخرى، ويحصل على 10 مليارات إضافية، بالإضافة إلى موسوعة كاملة عن الوحوش وكتاب شامل لفنون القتال. والأهم من ذلك أن كل هذه المعارف تنتقل مباشرة إلى عقله دون الحاجة
بحاجة إلى الدراسة أو التدريب، وعندما يراجع تفاصيل اختبار التخرج يكتشف أنه يتكون من مرحلتين: الأولى عبارة عن 7 اختبارات نظرية تتعلق بالوحوش، والثانية تتطلب الانتقال إلى بعد آخر وقتال الوحوش بشكل مباشر. لكن بفضل المعرفة المطلقة التي حصل عليها لم يعد يشعر بأي قلق تجاه الاختبار، ولا يتوقف النظام عند هذا الحد، بل يمنحه مهارة جديدة تدعى المصفوفة العليا. وعندما يفحص قدراتها يكتشف شيئا مذهلا، إذ تسمح له برفع مستواه أثناء النوم والراحة فقط. وفي عالم يحتاج فيه العباقرة إلى شهر كامل من أجل التقدم بمستوى واحد، يدرك بطلنا أن هذه المهارة مرعبة إلى درجة غير معقولة، لأنها قادرة على جعله يزداد قوة دون أي جهد. وفي الجهة الأخرى من المدينة يحاول والد السوء إقناع ابنته بأن إيتشان لا يحبها حقا، وأنه يستغلها فقط لتحقيق مصالحه تماما، كما كان يستفيد من قدراتها في إدارة فريقه. لكن المفاجأة أن هذه الكلمات تمنح سو سعادة أكبر بدلا من إحباطها، فعندما يخبرها والدها أن إيتشان ربما يستخدمها بالفعل تبتسم وتجيب بأن هذا أمر رائع، لأن الشاب الذي لم يكن ينظر إليها في السابق بدأ أخيرا يعتمد عليها ويحتاج إليها. وهكذا يكتشف والدها أنه أمام حالة ميؤوس منها تماما، بينما تبدو سو أكثر سعادة من أي وقت مضى بسبب هذا التفسير الغريب للأمور. بينما كانت سو ما تزال تفكر في طريقة لمساعدة إيتشان قبل اختبار التخرج، يقرر والدها زيادة الضغط عليها أكثر، فيخبرها أنه إذا فشل إيتشان في الاختبار فسيزوجها مباشرة من السيد الشاب لعائلة أخرى. كان معجبا بها منذ فترة طويلة، ثم يغادر تاركا ابنته تصرخ من خلفه مؤكدة أنها لن تتزوج أي شخص في هذا العالم سوى إيتشان. لكن بدلا من الاستسلام تتذكر سو فجأة وجود قطعة أثرية ثمينة للغاية بحوزة شقيقها، وتدرك أن هذه القطعة قد ترفع قوة إيتشان بشكل كبير، لذلك تبدأ بالتفكير في طريقة للحصول عليها ومنحها له قبل موعد الاختبار. وفي الجهة الأخرى كان فونغ يجلس أمام والده وهو يشرح له كيف انهارت خطته بالكامل، وكيف تغير إيتشان فجأة وأفسد كل ما كان قد أعده مسبقا، إلا أن والده لا يبدو قلقا على الإطلاق، بل يطمئنه بأن الطريق نحو وراثة عائلة جيانغ ما زال مفتوحا أمامه. فقرر إيتشان بحل فريق يانانغ يمنحه فرصة ذهبية، وإذا تمكن من الفوز بدوري الفرق الذي سيقام بعد 3 أشهر فسيعزز مكانته بشكل كبير داخل العائلة. تعود الثقة إلى فانغ فور سماع هذه الكلمات، ويبدأ بالتوعد من جديد، مؤكدا أن إيتشان ما يزال في المستوى الثاني وأنه سيسحقه قريبا. أما لينوان فكانت تمر بأسوأ أيام حياتها على الإطلاق، فعندما تعود إلى منزلها المتواضع تجد أفراد عائلتها ينتظرونها بالغضب بدلا من المواساة، والداها لا يفهمان كيف تمكنت من اتخاذ قرار الانفصال عن إيتشان أمام الجميع بدلا من الركوع أمامه والاعتذار له كما طلب منها سابقا. وتحاول الفتاة الدفاع عن نفسها مدعية أن إيتشان أخفى عنها الكثير من الأمور المهمة، لكن كلماتها لا تلقى أي تعاطف، بل إن والدتها تنفجر في وجهها مؤكدة أن لا حق لها أصلا في مجادلته، لأنه وريث إحدى أكبر العائلات، بينما كانت عائلتهم تعتمد عليه في مصاريفها اليومية وفي تحقيق أحلامها الشخصية. أما شقيقها فيذهب أبعد من ذلك عندما يخبرها أنه لن يعترف بها كأخت بعد اليوم إذا لم تستعد زوج أخته المستقبلي إلى العائلة. عندها تنهار لينوان بالبكاء وتعترف بأنها كانت تظن أن إيتشان مجرد شاب ثري من عائلة ميسورة لا أكثر، ولم تكن تعلم حقيقة مكانته. لكن والدها يوجه لها إنذارا أخيرا مؤكدا أنها لن تبقى ابنته إذا فشلت في استعادة إيتشان. وفي الوقت الذي كانت فيه لينوان تغرق في الندم كان بطلنا يعيش وضعا مختلفا تماما، فالنظام يعلن له أنه وصل إلى المستوى الرابع من تقنية الفراغ، بينما كان يتدرب داخل منزله بهدوء وما إن يفتح عينيه حتى يجرب إحدى تقنياته الجديدة، فينشئ بوابة مكانية وينتقل فورا إلى سطح إحدى البنايات البعيدة. وخلال لحظة واحدة فقط يجد نفسه على بعد 3000 متر من منزله، ينظر إلى الشوارع من الأعلى بينما يحدق الناس به في دهشة، وبعضهم يعتقد أنه يشاهد شخصا خارقا فيبادر بالاتصال بالشرطة. لكن قبل أن يتمكن أحد من فهم ما يحدث يختفي بطلنا مجددا بالانتقال الآني ويعود إلى منزله تاركا الجميع في حيرة كاملة. وعند عودته يجد سو بانتظاره ومعها وجبة إفطار أعدتها بنفسها، يحاول إقناعها بالتوقف عن
عن المجيء كل يوم، موضحا أنه وظف فريقا من الطهاة المحترفين للاهتمام بكل هذه الأمور، لكن الفتاة تكاد تبكي فور سماع ذلك، وتعترف بأنها تأتي أساسا لرؤيته، وأنها ستفقد عقلها إذا مر يوم واحد دون أن تراه. وأمام هذا الإخلاص المبالغ فيه لا يجد بطلنا خيارا سوى الاستسلام، فتشعر سو بسعادة هائلة، وتعلن أنها ستتكفل بإعداد فطوره بنفسها كل يوم من الآن فصاعدا. وبينما يتحدثان يصل العم فينغ مسرعا ليخبره بأن عددا هائلا من الطهاة والعمال يقفون خارج الفيلا لأنهم تلقوا أوامر بالعمل لديه، فيطلب منهم الانتظار ريثما ينهي ما يفعله. لكن العم فينغ يذكره بأن اختبار التخرج يقترب بسرعة، وأنه لا يستطيع الاستمرار في الراحة إلى الأبد، غير أن بطلنا لا يبدو مهتما بهذا الكلام على الإطلاق. فبعد فترة قصيرة نجده مستلقيا على الأريكة، بينما تقوم إحدى الفتيات بتدليك كتفيه وهو يتحدث بسعادة عن أسلوب حياة الأغنياء. والأكثر جنونا أن مستواه يواصل الارتفاع أثناء استرخائه بفضل قدراته الخاصة، كما أن إحصاءاته الجسدية ترتفع باستمرار، وقد حصل بالفعل على وحش إضافية. وعندما يشاهد العم فينغ وسو الطاقة المنبعثة منه يصابان بالصدمة، ويبدأان بالتساؤل إن كان قد وصل بالفعل إلى المستوى الثالث. لكن بطلنا يكتفي بإجابة غامضة ويخبرهما أنهما يستطيعان الاعتقاد بما يريدان. وفي تلك اللحظة يحضر العم فينغ الكنز الثمين الذي أرسله والد إيتشان خصيصا من أجله، ويشرح له أن هذا الإكسير قادر على رفع مستواه بشكل كبير إذا استخدمه في التدريب. لكن بطلنا يتعرف عليه فورا ويدرك أنه نفس الإكسير النادر الذي كان والده يحتفظ به من أجل اختراق حدود القوة والوصول إلى مرتبة أعلى بكثير. وقبل أن يتمكن من اتخاذ قرار تظهر سو وتعترف بأنها بذلت جهدا هائلا للحصول على هذا الإكسير، وأن عليه قبوله مهما حدث. وفي تلك اللحظة يعرض عليه النظام عدة خيارات جديدة ويوصي بأحدها بشكل خاص، لكن بدلا من شرب الإكسير كما يتوقع الجميع يفعل بطلنا شيئا يجعل الموجودين عاجزين عن الكلام، إذ يأخذ الزجاجة كاملة ويسكب محتواها في فم وحش سو في مكانها من الصدمة، بينما يبدأ العم فينغ بالبكاء تقريبا، لأن قيمة ذلك الإكسير لا يمكن تقديرها بالمال. لكن بطلنا لا يرى في الأمر مشكلة أصلا، ويؤكد أن اهتمامه بالتدريب محدود، وأنه يفضل استثمار الموارد في وحشه الأليف لأنه سيصبح أقوى بسرعة أكبر. وبعد عودته إلى غرفته يحصل على مكافأة جديدة من النظام، هذه المرة عبارة عن صنارة صيد غامضة لا تشبه أي أداة عادية. فالقدرة الخاصة لهذه الصنارة تسمح لصاحبها بالصيد من أي مكان والحصول على أي شيء تقريبا، وليس الأسماك فقط. وعندما يكتشف خصائصها يشعر بحماس كبير لأنها تبدو واحدة من أغرب الأدوات التي حصل عليها حتى الآن. وفي تلك الأثناء يصل والد إيتشان بنفسه إلى الفيلا، بينما يبدأ العم فينغ باطلاعه على آخر ما فعله السيد الشاب داخل المنزل. يعود المشهد إلى والد إيتشان الذي يصل إلى الفيلا بحثا عن ابنه، لكنه يكتشف أنه غير موجود في المنزل. وعندما يسأل العم فينغ عن مكانه يخبره بأن السيد الشاب خرج مع سو للصيد، وبمجرد سماع هذه الجملة يفقد الرجل أعصابه تماما، وتنفجر قوته الهائلة محطمة أحد جدران المنزل وهو يصرخ بغضب لأنه منح ذلك الإكسير الثمين لأكثر شخص كسول في العالم. لكن الصدمة الحقيقية لم تكن قد وصلت بعد، فحين يخبره العم فينغ بخوف أن إيتشان لم يشرب الإكسير أصلا بل أعطاه لوحشه الأليف، يشعر الأب بألم حاد في صدره حتى يكاد ينهار من شدة القهر. وبينما يحاول استيعاب الكارثة يلاحظ وجود عدد هائل من العمال داخل الفيلا، وعندما يسأل عن السبب يخبره العم فينغ أن إيتشان أنفق 30 مليارا كاملة لإعادة بناء الفيلا وتحويلها إلى مكان أكثر فخامة. بينما يقضي معظم وقته في الراحة والاسترخاء عندها يصل غضبه إلى أقصى درجاته، ويعلن أنه إذا فشل إيتشان في اختبار التخرج فلن يصبح وريث عائلة جيانغ، بل سيتم طرده من العائلة بالكامل. وفي مكان آخر كان بطلنا يجلس بهدوء بجوار البحيرة بينما تسلمه سو صنارة الصيد قبل أن تجلس بجانبه، وبكل ثقة يخبرها أن هذا اليوم سيكون يوم صيد استثنائي. أما الصيادون القريبون منهم فلم يتوقفوا عن السخرية منه، فبعضهم يرى أنه مجرد شاب ثري لا يعرف شيئا عن الصيد، بينما يؤكد أحدهم أنه سيشرب ماء البحيرة بالكامل إذا تمكن إيتشان من اصطياد سمكة واحدة. لكن بعد لحظات تهتز الصنارة بقوة فيسحبها بطلنا بحماس، غير أن ما يخرج من الماء ليس سمكة بل زوج من الأحذية.
وتتفاجأ سو لكنها تبتسم قائلة إنهما حصلا على شيء لطيف على الأقل، إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما. فالصنارة السحرية لا تصطاد الأسماك فقط، بل تستطيع جلب الكنوز والعناصر النادرة من أماكن مجهولة، ولهذا عندما يعيد المحاولة يحصل على زوج أحذية آخر، ثم على ثمار برية نادرة، ثم على المزيد من الأشياء الغريبة، وفي النهاية يعلق بخيط الصنارة جسم ذهبي غامض. وما إن يخرج هذا الشيء إلى الهواء حتى يفتح بابا ذهبيا هائلا في السماء، يتجمد الجميع من الصدمة وهم ينظرون إلى ذلك المشهد المستحيل. ومن داخل الباب تبدأ أوراق غريبة بالخروج تحمل لغة لا يفهمها أحد، لا إيتشان ولا سو ولا حتى الصيادون يستطيعون قراءة حرف واحد منها. لكن رغم ذلك يشعر كل من كان موجودا بالقرب من الباب الذهبي بتغير غريب داخل أجسادهم، وكأن قواهم بدأت تستيقظ تدريجيا، ولهذا يتحول خوفهم إلى فرح كبير بعدما أدركوا أن ظهور الباب منحهم فرصة لزيادة قوتهم. وفي أثناء ذلك كانت سو تتدرب بجوار بطلنا عندما ظهرت خلفها روح الطائر العنقاء، فتفتح عينيها بحماس وتخبره أنها وصلت إلى قمة المستوى الرابع وأن قوتها ارتفعت بشكل هائل، ثم تنظر إليه متوقعة أنه حصل على تطور مماثل، لكن بطلنا يجيبها بهدوء أن شيئا كهذا لم يحدث معه. ومع ذلك لا تبدو سو منزعجة أبدا، بل تبتسم وتخبره أنه مذهل بما يكفي بالفعل، وأنها معجبة به أكثر من أي وقت مضى. فيبتسم بدوره ويعيد صنارة الصيد إلى مخزنه الخاص، معلنا أن وقت العودة إلى المنزل قد حان. وفي تلك الأثناء كانت أخبار الباب الذهبي تنتشر في أنحاء المدينة، حتى إن والد سو كان يشاهد تقريرا كاملا عنه عبر التلفاز، وتؤكد التقارير أن عددا كبيرا من المقاتلين ارتفعت مستوياتهم بعد اقترابهم من الباب. فيتمنى الرجل لو كان حاضرا هناك، لأنه يعتقد أنه كان سيتمكن من الوصول إلى مستوى الملك القتالي لو سنحت له الفرصة. وعندما تعود سو إلى المنزل تخبر والدها مباشرة أنها تناولت الطعام مع إيتشان وأنها ذاهبة إلى غرفتها، لكن والدها يوقفها ويوبخها لأنها ما تزال تقضي وقتها مع إيتشان بدل التركيز على التدريب. أما بطلنا فيتلقى في تلك اللحظة إشعارا جديدا من النظام، لقد وصل رسميا إلى المستوى الرابع، وأصبحت تقنية الفراغ الخاصة به أكثر تطورا، كما تم تعزيز جسده بشكل هائل. وعندما يختبر جسده يكتشف أن مقاومته ارتفعت إلى درجة مخيفة، وأن معظم الهجمات العادية لم تعد تؤثر فيه. وللتأكد من قوته الجديدة يستخدم الانتقال الآني مرة أخرى، لكن هذه المرة لا ينتقل 3000 متر فقط، بل يقفز مباشرة لمسافة 10,000 متر كاملة، أي أكثر من 3 أضعاف المسافة السابقة. وبينما يستمتع بقوته الجديدة يتذكر حياته السابقة، فيضحك على نفسه ساخرا من مقدار هوسه القديم بلينوان، بل إنه يصفع نفسه فعلا ليؤكد لنفسه أنه لم يعد ذلك الشخص الساذج، وأن هدفه الآن هو الاستمتاع بحياته الجديدة. وفي الجانب الآخر كانت والدة إيتشان تحاول إقناع زوجها بحضور اختبار التخرج، إلا أنه يرفض بشدة لأنه لا يريد رؤية زعماء العائلات الأخرى وهم يسخرون من ابنه إذا خسر. لكن الأم تصر على الحضور، مؤكدة أنه سيبقى ابنها مهما حدث. وعندها يعلن الأب أنه بمجرد ظهور نتائج الاختبار سيتم تعيين جيانغ فانغ رئيسا جديدا للعائلة. إذا فشل إيتشان غير مدرك أن الأمور تسير في اتجاه مختلف تماما. فخلال كل هذا الوقت كان بطلنا مستلقيا في راحة تامة بينما يواصل رفع مستواه بصورة جنونية، وخلال أيام قليلة فقط يصل إلى المستوى الخامس. وعندما يفحص إحصاءاته يكتشف أن جميع قدراته أصبحت مرعبة بشكل غير طبيعي، فيتذكر أنه في حياته السابقة بالكاد وصل إلى المستوى الثاني، أما الآن فقد تجاوز المستوى الخامس خلال فترة قصيرة للغاية بعد عودته إلى الماضي. ولكي يجرب قوته الجديدة يتجه نحو الشرفة ويوجه عدة لكمات في الهواء، لكن قوة الضغط الناتجة عن تلك اللكمات وحدها تكون كافية لتحطيم شجرة كاملة على مسافة بعيدة. وعندها يدرك بطلنا أن الفارق بينه وبين الماضي أصبح أكبر مما تخيل بكثير. يشعر بطلنا بسعادة كبيرة بعد كل ما حدث، وفي صباح اليوم التالي يصطحب سو إلى الجامعة، وبينما
تسيران معا تلاحظ الفتاة التغير الكبير الذي طرأ عليه، فتخبره بأنه لم يعد يشبه الشخص الذي عرفته من قبل. عندها يجيبها بهدوء بأن التغيير يصبح ضروريا أحيانا، لكن رحلتهما الهادئة تتوقف فجأة عندما تظهر لينوان أمامهما وتمنعهما من التقدم، ثم تبدأ باتهامه بأنه يتقرب من سو فقط ليجعلها تشعر بالغيرة، وتعترف بأنها ربما بالغت في كلامها خلال حفل التخرج، لكنها تصر في الوقت نفسه على أنه يتحمل جزءا من الخطأ، ثم تعلن أنها جاءت للاعتذار وتطالبه بأن يسامحها، بل وتطلب منه أن يعتذر لها أيضا، وتقترح أنهما قد يعودان إلى العلاقة. إذا فعل ذلك يشعر بطلنا بالضيق من هذا الكلام، ويتساءل إن كانت قد فقدت عقلها بالكامل. وعندما يشاهد الطلاب المحيطون بهم ما يحدث يبدأون بالهمس فيما بينهم مستغربين من جرأتها الكبيرة، ويتساءلون كيف ما زالت تلاحقه وتزعجه رغم كل ما فعلته سابقا، ويصفها بعضهم بأنها وصلت إلى مستوى مثير للشفقة، فتغضب لينوان بشدة من تعليقاتهم وتصرخ في وجه البطل مطالبة إياه بأن يتكلم لأنها اعتذرت بالفعل ولا ترى سببا يدفعه إلى الاستمرار في تجاهلها. وفي تلك اللحظة يظهر النظام مرة أخرى ويمنحه 3 خيارات مختلفة. الأول أن يسامح لينوان ويعود إلى مواعدتها مقابل الحصول على لقب الخاسر، والثاني أن يتجاهلها ويغادر مع سو مقابل مكافأة كسل منخفضة المستوى، أما الثالث فيتمثل في إذلالها أمام الجميع ثم المغادرة مقابل حزمة هدايا كسل فاخرة. ولأن الخيار الثالث يمنحه أفضل المكافآت فإنه يختاره دون أي تردد، ثم يمسك يد سو ويتوجه بكلامه مباشرة إلى لينوان موضحا أن سو الابنة الكبرى لعائلتها وأنها أجمل منها بكثير، كما أنها تتفوق عليها في الموهبة وتمتلك عائلة أكثر ثراء، ولذلك فهي لا تقارن بها إطلاقا. ما إن تسمع لينوان هذه الكلمات حتى تنهار بالبكاء وتحاول التمسك بالماضي، مذكرة إياه بأنه وعدها ذات يوم بأن يحبها إلى الأبد، لكن بطلنا لم يعد يطيق تصرفاتها، فيلتفت إلى العم فينغ ويطلب منه أن يصفعها مرتين لأنها تجاوزت حدودها كثيرا. فيتفاجأ العم فينغ من هذا الطلب ويسأله إن كان جادا بالفعل، فيؤكد له الأمر ويقول كيف تجرأت على مقارنة نفسها بخطيبتي. عندها يتقدم العم فينغ نحو لينوان ويوجه لها صفعة قوية أمام الجميع. يتحول المشهد فورا إلى حالة من السخرية الجماعية، حيث يبدأ الحاضرون بالاستهزاء بها مؤكدين أنها تستحق ما حدث لها، بينما تقف هي باكية ومذلولة وتصرخ في وجههما بأنهما سيندمان على ما فعله يوما ما، ثم تتوجه إلى سو قائلة إن إيتشان لا يستخدمها إلا ليجعلها تشعر بالغيرة، لكن البطل وسو لا يهتمان بكلامها على الإطلاق ويقرران تجاهلها تماما. بعد ذلك تذكره سو بأن امتحان التخرج سيبدأ بعد نصف ساعة فقط، فيربت على رأسها ويتمنى لها الحظ الجيد. وما إن تمر لحظات قليلة حتى يتلقى إشعارا جديدا من النظام يخبره بأن مكافأته قد أضيفت بنجاح، حيث حصل على 10 مليارات من الأموال، بالإضافة إلى 10,000 ثمرة نجمية تحتوي على طاقة نجمية نقية قادرة على تعزيز الجسد وزيادة المستوى بسرعة كبيرة، فيقوم على الفور بإطعام هذه الثمار لوحشه المقدس الذي لم يعد يفصله عن الترقية سوى خطوة صغيرة، وبعدها ستفتح مهارته الوحشية الخاصة. وبينما ينشغل بهذه المكافآت يحين وقت الامتحان، فيخبرهم المعلم أن الاختبار سيتم عبر الإنترنت، ويحذر الجميع من استخدام الذكاء الاصطناعي للغش، لأن أي طالب يفعل ذلك سيتم استبعاده فورا من الامتحان. في البداية يفكر بطلنا في تحقيق أعلى نتيجة ممكنة، لكن النظام يتدخل مجددا ويعرض عليه خيارين، أحدهما الاجتهاد للحصول على درجات مرتفعة، والآخر وهو الخيار الذي يوصي به النظام شخصيا أن يتعامل مع الاختبار بلا جدية ويكتفي بدرجات النجاح فقط مقابل مكافأة مميزة. وبما أن المكافأة كانت مغرية للغاية يختار بطلنا هذا الخيار فورا، ثم يبدأ بحل الأسئلة بالحد الأدنى المطلوب لتحقيق النجاح، ويتمكن من إنهاء جميع الأسئلة خلال نصف ساعة فقط. وبعد انتهائه مباشرة يتلقى إشعارا جديدا من النظام يهنئه لأنه اختار طريق الكسل للمرة 100، ويمنحه مقابل ذلك حزمة هدايا الكسل العليا. يشعر بطلنا بالسعادة ويطلب فتح الحزمة فورا، فيحصل على درع الحاكم الأسود، ويحصل كذلك على 10 مليارات إضافية من الأموال، إضافة إلى 100,000 حبة عناصر صلبة من أعلى مستوى. كما يخبره النظام أن هذا الدرع يعد الأقوى على سطح الأرض،
الأرض، وأن حتى الوحوش المرعبة ذات القوة الهائلة غير قادرة على إحداث أي خدش فيه. وبعد الاطمئنان إلى مكافآته الجديدة يقرر الاسترخاء وينام فوق مقعده، بينما كانت سو تجلس إلى جانبه وهي تفكر بقلق شديد. فإذا فشل في اجتياز اختبار التخرج فإن والدها سيلغي خطبتهما بسبب الفارق الكبير في النتائج بينهما. ثم تخطر لها فكرة مفاجئة فتقول لنفسها إنها ستترك ورقة الامتحان فارغة عمدا حتى ترسب هي أيضا، وبذلك يحصل إيتشان على نتيجة أعلى منها، وربما يقبل والدها به بعد ذلك. وتظهر هنا مدى إخلاصها واستعدادها للتضحية من أجله. وفي هذه الأثناء ينتقل المشهد إلى مكتب المدير، حيث يجلس رؤساء العائلات الكبرى لمراقبة الطلاب عبر كاميرات المراقبة، ومن بينهم والدة إيتشان. وعندما يشاهد الجميع جيانغ فينغ وهو يجيب على الأسئلة بجدية واجتهاد، يبدأون بمدحه ويؤكدون أنه الأجدر بقيادة عائلة جيانغ، لأنه لا يمتلك الموهبة فقط بل يتميز أيضا في الدراسة والتحصيل العلمي. لكنهم سرعان ما ينتقلون إلى كاميرا أخرى ليشاهدوا إيتشان نائما فوق مقعده، بينما كانت سو تحل بعض الأسئلة بجانبه. عند رؤية هذا المشهد يثني المدير على موهبة سو وقوتها، مؤكدا أنها المرشحة الأقوى للحصول على المركز الأول في اختبار التخرج. لكن لأن إيتشان لا يفعل شيئا من وجهة نظرهم، فإن والد سو يلتفت إلى والدة إيتشان ويخبرها بأنه يفكر جديا في إلغاء زواج ابنته منه. وبعد مرور الوقت ينتهي الامتحان ويقوم جميع الطلاب بتسليم أوراقهم، ثم تبدأ النتائج بالظهور تدريجيا. وبعد ذلك يطلب أحد رؤساء العائلات من المدير عرض نتائج أبنائهم، وعندها يلتفت المدير نحو والدة إيتشان ويسألها إن كانت ترغب في رؤية نتيجة ابنها. أولا توافق والدة إيتشان على رؤية النتيجة، وعندما تعرض الدرجات على الشاشة يكتشف الجميع أن بطلنا قد تجاهل جميع أسئلة الاختيار من متعدد بالكامل، بينما أجاب عن بقية الأسئلة فقط. ورغم ذلك يتمكن من الحصول على 60 درجة في كل اختبار، الأمر الذي يصدم المدير نفسه لأنه لم يكن يتوقع منه الوصول حتى إلى هذه النتيجة. وبعد انتهاء الحديث عن النتائج ينتقل المشهد إلى منطقة الاستراحة، حيث تجلس سو بجوار بطلنا وتسأله عما ينبغي عليه ما فعله بعد ذلك، ثم تخبره بأنها متأكدة من أنها ستفشل في جميع الاختبارات. وعند سماع هذا الكلام يبتسم بطلنا لأنه يدرك أنها تحاول مواساته فقط، بينما يفكر في داخله بأن أحدا في حياته السابقة لم يتمكن يوما من التفوق عليها. وفجأة يركض أحد الطلاب نحو الجميع وهو يصرخ طالبا منهم التحقق من النتائج لأن الدرجات قد صدرت بالفعل. فيسارع الطلاب إلى فتح هواتفهم والاطلاع على نتائجهم، لكن سو لا تهتم بنتيجتها الخاصة على الإطلاق، بل تتجه مباشرة إلى نتيجة إيتشان. وعندما تراها تكتشف أن مجموع درجاته بلغ 420 درجة كاملة، فتنبهر بهذا الرقم وتسأله كيف تمكن من إنهاء الامتحان خلال نصف ساعة فقط والحصول على 60 درجة في كل مادة عندها. يخبرها بأنه تعمد ترك أسئلة الاختيار من متعدد دون إجابة، فتبتسم قائلة إنها كانت تعرف منذ البداية أنه عبقري. لكن في الجهة الأخرى يلاحظ أحد الطلاب أمرا غريبا للغاية، فعندما ينظر إلى قائمة المتصدرين لا يجد اسم سو في المركز الأول كما اعتاد الجميع، فيخبر أصدقائه بالأمر فيصابون جميعا بالذهول، لأن الفتاة التي كانت تحصل دائما على المرتبة الأولى لم تدخل حتى ضمن العشرة الأوائل هذه المرة. ويبدأ الطلاب بتبادل التفسيرات إلى أن يستنتج بعضهم أنها وقعت في الحب، ولهذا السبب تركت ورقة الإجابة فارغة عمدا. ورغم هذا التفسير يبقى الجميع عاجزين عن تصديق أن سو لم تتمكن حتى من دخول قائمة العشرة الأوائل. وبعد ذلك ينتقل اهتمامهم إلى نتيجة إيتشان فيبدأون بالسخرية منها، بينما كان جيانغ فينغ جالسا في منطقة الاستراحة ممسكا بكأس الماء بقوة، وهو يردد في نفسه أن إيتشان مهما فعل فلن يتمكن من انتزاع منصب زعيم عائلة جيانغ منه. ثم يؤكد أن اختبار الموهبة الذي سيقام مساء اليوم سيكشف حقيقة إيتشان أمام الجميع ويجعله أضحوكة كبيرة. وفي تلك اللحظة ينتقل المشهد إلى المرحلة الثانية من الاختبار، وهي اختبار القوة، حيث يظهر أمام الطلاب بوابة روحية خاصة تستخدم لقياس مستوى القوة الحقيقي لكل طالب. ثم يصل المدير برفقة رؤساء العائلات الكبرى، بينما يعلن أحد الأساتذة أن هذه المراسم ستكون استثنائية للغاية، لأن أحد الحكام القتاليين الخمسة الأعظم في البلاد حضر بنفسه وهو رئيس عائلة سو، كما حضرت أيضا السيدة تشين من عائلة جيانغ. ما إن يسمع الطلاب هذا الإعلان حتى يصابون بالصدمة،
ويبدأ بعضهم بالتخيل أن حياته ستتغير بالكامل إذا لفت انتباه الحاكم القتالي إليه، لكن أصدقائه يسارعون إلى إعادته إلى الواقع، مؤكدين أن رئيس عائلة سو لم يأتي لمراقبة الطلاب، بل جاء خصيصا من أجل ابنته ولن يهتم بأحد غيرها. وقبل بدء الاختبار يشرح الأستاذ القواعد موضحا أن جميع الطلاب سيصعدون إلى المنصة واحدا تلو الآخر، وأن الحجر الروحي الموجود هناك سيقيس موهبتهم ومستواهم الحقيقي، ثم يحذر الجميع من أن أي شخص يقل مستواه عن المستوى الثالث يجب ألا يفكر حتى في دخول الأبعاد الأخرى لاصطياد الوحوش. بعدها يبدأ إعلان أسماء المشاركين، فتكون سو أول من يصعد، تليها تشينغ تشان، ثم جيانغ فينغ، ثم لين وان، ثم تينغ لونغ. وقبل أن تتجه سو إلى المنصة تسلم بطلنا أداة خاصة وتخبره بأنها جهاز لتحديد الموقع، وأنها ستتمكن من العثور عليه فور دخولهما إلى ساحة الوحوش، فيطمئنها بأنه سينتظرها تتقدم سو نحو الحجر الروحي وما إن تلمسه، حتى يعلن الجهاز أنها وصلت إلى ذروة المستوى الرابع وأنها اجتازت الاختبار بنجاح. وبعدها يتوالى الطلاب واحدا تلو الآخر ويتمكن معظمهم من النجاح، ثم تصل لينوان ويتبين أنها أيضا في المستوى الرابع، لكنها لا تزال أضعف من سو لأنها في المرحلة الأولى فقط من هذا المستوى. ورغم نجاح الجميع تقريبا، فإن أكثر ما يصدم الحاضرين هو مستوى سو نفسها، لأن الجميع يعلم أنها وصلت إلى المستوى الرابع قبل شهر واحد فقط، أما الآن فقد بلغت ذروته خلال فترة قصيرة جدا. ولهذا يبدأ الطلاب بالحديث عن حظها الاستثنائي، لأنها ولدت بموهبة قتالية من رتبة ثلاثية الأسطورة. وبعد انتهاء أغلب المشاركين من الاختبار يحين دور بطلنا أخيرا، فيدرك فورا أن الأستاذ تعمد استدعائه في النهاية حتى يشاهد الجميع فشله ويسخر منه، لكن النظام يظهر في هذه اللحظة مجددا ويعرض عليه عدة خيارات. الأول أن يعطل المرآة الفراغية ويواصل إخفاء قوته الحقيقية، والثاني أن يغادر الاختبار بالكامل ويعود إلى المنزل للنوم، أما الثالث فهو أن يخفض قوته بنسبة كبيرة بحيث ينجح في الاختبار دون أن يكشف كامل قدراته، وفي المقابل يحصل على حزمة كسل متقدمة. ينظر بطلنا إلى والدته ويفكر مليا، ثم يقرر أنه لا يريد كشف قوته الحقيقية، لأن ذلك سيجعل عائلته تلقي فوق كتفيه كل المسؤوليات الممكنة، وهو لا يرغب إطلاقا في حياة مليئة بالواجبات والضغوط، بل يريد الاستمرار في عيش حياته براحة وهدوء. ولهذا يختار إخفاء معظم قوته. وفي أثناء تفكيره كانت أصوات الحاضرين تصل إليه بوضوح، وهم يسخرون منه ويؤكدون أنه مجرد ضعيف من المستوى الثاني ولن يتمكن حتى من اجتياز الاختبار. عندها يبدأ كلامهم بإزعاجه حقا، فيقرر أن يمنحهم مفاجأة صغيرة تجعلهم يبتلعون كلماتهم، ولهذا لا يخفي كل قوته بل يكتفي بإخفاء 80% منها فقط، ثم يتقدم نحو الحجر الروحي، وما إن يفعل ذلك حتى تظهر النتائج على الشاشة ويكتشف الجميع أن مستواه قريب جدا من مستوى سو نفسها. في تلك اللحظة تتجمد تعابير الحاضرين من شدة الصدمة، بينما يبقى فم جيانغ فينغ مفتوحا من الذهول، أما سو فتتجمد لحظة قبل أن ترتسم على وجهها ابتسامة مليئة بالسعادة. ويبدأ الجميع بالتساؤل: كيف يمكن لشخص كان في المستوى الثاني الشهر الماضي أن يقترب الآن من ذروة المستوى الرابع بهذه السرعة الهائلة؟ ثم يوصلون إلى استنتاج واحد فقط، وهو أنه كان يخفي قوته الحقيقية طوال هذا الوقت. أما والدته فتشعر بفخر لا يوصف، وهي ترى ابنها يثبت للجميع أنه ليس ذلك الفاشل الذي اعتقدوه. وفي خضم هذه المفاجآت يتلقى بطلنا إشعارا جديدا من النظام يخبره بأنه نجح في صدم الجميع، ولذلك يحصل على 10 مليارات إضافية من الأموال إلى جانب 100 ثمرة نمو خاصة. وعندما يرى المكافأة الجديدة يشعر بالرضا الشديد، ويخبر نفسه بأن النظام منحه هذه المرة جائزة ضخمة دون أن يبذل أي جهد حقيقي. ثم يفكر مباشرة في وحشه المقدس، لأنه يعلم أن إطعامه ثمار النمو سيجعله يفتح مهارته الخاصة في وقت أقرب بكثير.